القديس الأنبا أنطونيوس مات والده. ما فيش شك أن وفاة الوالد مسألة متعبة للنفس، ولكن مع ذلك حتى موت الوالد هذا كان للخير. فأنبا أنطونيوس نظر إلى جسد أبيه المتوفى وقال له: أين عظمتك وأين سلطانك وأين غناك؟ لقد خرجت من العالم بدون إرادتك، ولكنني سأخرج بإرادتي ولا أنتظر حتى يخرجونني كارها. وأصبح موت والده سبب لبدء الحياة الرهبانية في العالم كله. القديس أثناسيوس الرسولي أكبر لاهوتي في تاريخ الكنيسة المسيحية، نفي 4 مرات عن كرسيه إلى بلاد الغرب، ولكن كل الأشياء كانت تعمل معا للخير، لأنه في أثناء نفيه كان ينشر الإيمان السليم في أوروبا الغربية، واستطاع أن يكون كنائس جديدة، وكان نفيه لا شك للخير، لأن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الرب. قتل أطفال بيت لحم عمل شرير من هيرودس الملك، ولكنه مع ذلك كل الأعمال كانت تعمل للخير. فبصينا لقينا بسبب هذا الإجراء الخاطئ من هيرودس جاء السيد المسيح والسيدة العذراء إلى أرض مصر، وباركوا أرض مصر وأماكن عديدة فيها. كله بيشتغل للخير للذين يحبون الرب. اضطهاد شاول الملك لداود، ما فيش شك انه عمل وحش وقسوة وعنف ومكائد، ولكن انتهى للخير. فإن داود النبي ده اللي كان أشقر مع حلاوة في العينين، الولد اللطيف الحلو اللي على المزمار والقيثار ويغني المزامير، ما كانش ممكن يتولى الملك بالطبيعة الرقيقة دي. كان لازم يخشوشن، يتدقدق كويس، ويجرب التعب، ويجرب معونة ربنا، ويجرب عبارة: إن سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي. وبعدين لما بقى ملك قوي. التجارب اللي مرت عليه كانت للخير، نفعته كتير. الاضطهادات عموما أيام ديوقلديانوس وأيام نيرون وأيام الحكم الروماني ما فيش شك إنها حاجة متعبة، ولكن مع ذلك كانت للخير. أوجدت لنا مجموعة من الشهداء ومجموعة من القديسين نحن نتشفع بهم، وزينوا تاريخ الكنيسة بأيقونات جديدة. القديسين دول